المعلومة الرابعة: ازاي اخرج من الويندوز بتاعي، ازاي اقفل الجهاز. دلوقتي اخطر حاجة عندي ان انا اقفل الجهاز من الكهرباء على طول. ده بيعمل تلف في الملفات. اول حاجة انا لازم اقفل كل النوافذ اللي مفتوحة عندي والبرامج اللي شغالة. بعد كده بروح بالماوس بتاعي. الماوس له زرين زي ما اتفقنا قبل كده، زر شمال وزر يمين. انا دلوقتي شغال بالشمال. هروح فوق ستارت هنا على الركن الشمال تحت خالص من الشاشة. هنا بتبقى مكتوبة هنا ستارت. هضغط هنا مرة واحدة على ستارت كده، بيطلع لي قائمة تيرن اوف ديت، او قائمة قفل الجهاز. الاولى بتاعة ستاند باي، ودي بتخلي لي الجهاز في وضع التشغيل، وبيستخدم الطاقة أقل طاقة للمحافظة على تشغيله. يبقى الستاند باي ديت بتخلي لي الجهاز في وضع التشغيل، وبيستخدم أقل طاقة ممكن يستهلكها الجهاز عشان يتحافظ على تشغيله، بس الجهاز ما بيبقاش شغال 100%. مجرد ان انا اهز الماوس او اتك على اي زرار في الكيبورد يرجع لاصله تاني. في النص هنا لو انا اخترت تيرن اوف، ده بيقفل الجهاز نهائيا. يبقى تيرن اوف دي بتعمل ايه؟ اضغط عليها هنا على السهم هنا في النص كده، او العلامه الحمراء اللي في النص هنا دي، تقفل لي الجهاز. وانتظر لحد ما الجهاز يبتدي يقفل كل التطبيقات بتاعته او الحاجات اللي في الذاكره بتاعته ينهيها. اوصل ايه؟ الجهاز بيتقفل نهائيا، الشاشه تسمر. دلوقتي اقدر افصل الباور بتاعي. اما بقى التالتة دي اللي هي مكتوب عليها ريستارت، دي لو انا ضغطت عليها الجهاز بيقفل ويفتح اوتوماتيك من غير اي تدخل مني. يعني الجهاز يقفل ويفتح من غير اي تدخل مني. والامر ده انا بستخدمه امتى؟ اللي هو امر ريستارت ده لما احس ان الجهاز مش بكفاءته 100%، زي ما بيقولوا كده ايه، الجهاز مهنج او واخد اوامر، او الاوامر الدنيا اتلخبطت بقى معاه بقى. ابتدي اعمل ايه؟ اعمل له ريستارت، ما بينفذليش الاوامر بالكفاءة اللي انا بضغط عليها. فبقى بدل ما بشيل الكهرباء واحطها تاني وابص الاقي ان الهارد او الاجزاء بتاعت الجهاز تبوظ، لا، اعمل له من هنا عمليه ايه؟ ريستارت. طب افرض ان انا ضغطت ريستارت هنا وبرضو الجهاز ما قفلش كده، بقى يبقى انا مضطر ان انا اشد الفيشه. ودي ما بتحصلش غير قليل جدا. موضوع ان الجهاز ما بيستقبلش اي اوامر دي قليله قوي، فلما اضطر افصل الكهرباء بتبقى دي عدد مرات قليل. افرض انا غيرت رايي ومش عايز اقفل الجهاز، اقوم ضاغط على ايه؟ كانسل. كانسل دي الغي الفكره خالص بتاعت قفل الجهاز، ابص الاقي الجهاز ايه؟ يرجع تاني في وضع التشغيل بتاعه عادي جدا.